نقري مسخ غري علو خبري مسخ غري علو خبري سلام كما يتخونوا سنة كتكونوا ناي وتر من يوتيو ناي لومي أرسنان بار أقدستي حبريتاتن زيناتاتن نزا معالتزيا نزا ساعتزيا كتابنا زغل أبزوريانا أبكبابينا زقاتم زلو بغت هاي يكون تزاورد ممسانا ركب زلو حبريتين هنري أمبار أبكي بحر زلو متفنان ممليشنا برتعي خير له ستر ايدي كونجن كابكي بحري تكونتاتنا ملو ما كلاي مبراق يدي اكسباند سكبر زلو سلازي سلسته وتحضرتنا امريكا تقتيلو مالو كباب سلاسة دم غسيلو مالو and this is very very serious مغنياتو امريكا سراويتهم دحري تقتيلو وقوكو وجو سلازخولو سلازي حدا نت اسكاليشن نبزل على درجه نبزل على براخه وسيد وزلو كونتاتيو لازم تايا قاتيمو بخميا قاتيمو كريينا بخال وقندما كانت ريبورت وزي على عند فيديو باشحت كبابي 300 شح سبري والو فيديو نسادما بزعبا ابود بدحلاك زلو زبلو يكون سلازي حقنت هالو وديو كامتاي تبغيسمكم لو حقنت كو خندينا كهلو ግን እንታይ ዓይነት ሓበሬታ ስለ ዘለዎም ካበይ ተበጊሶም እዮም ከላግቡ ዝፍትኑ ዘለው እዚ ድማ ብቐሊሉ ዝረአ ይኮነን ክርየ ኣለና ሕማቅ እውን ኣይኮነን ግን ብሓፈሻ እቲ ኣናሊሲስ ክንርየ ኢና ካበይ ዝብገስ እዩ بتوساقي أن أمريكا أكيد أبزو كرتات أبزو وانزي بفلا ما كلام مبرق أنتي مثل نبي يقصك خير خل حنت عباينا political science كيلا دم أنا تعزب تكتبنا مسكولو تي نجوا politica أم بيبا مالتيو أنا هوب كابزي أبزو كنا مهار لايك جبرو support جبرو نزل channel كعبت دليل تقينكم وإذا ما نزل جبر لكم زلنا سرح تخبروا تقينكم لايك بمقبر أنت حقسكمنا أتصبقيو so let's start with this one first. 3 US servicemen have been killed and at least 34 others injured after a drone strike on an army base near the Jordan-Syria border. The US President Joe Biden has blamed Iran-backed militant groups for the attack, saying, "Jill and I join the families and friends of our fallen and Americans across the country in grieving the..." So, أمريكا سلسة وتحضرات لعلى سلاسة كباب سلاسة أربعة كاز غسلوا سلسة جن ميتهم على لو تمتع تدمع قدم نفس قتلت زفتسمو قبر الشبرة نبليرنا مش لو من تايب بحالالو قبر الشبرة والدرون سوسايدال درون بحالتا درون متيا أكاتيلات كاتكات علاو مالتي ويكا متيا أباخات فنجر مالتي so زي سوسايدال درون بحال حدا جنيايو نأمريكا دما عبسكاتي زخونم زلو أمريكا جن سلام تايب كم بسكاتو ريدوم according to جيفري ساخص بحال بروفيسور ناي نأمريكا انتاي زبل أمريكا إذا شجر بعلنا هنا نمشي أزلنا سلمتاي أنتي كنجبر وتهدروا بيزا بزخون هاجر جرنا لنا نسينا تسراويتنا زل على كل عنت نريسك زجبرهم زلوا بيناي كم زمصوم التيمات كعتون سلدي فلتو 24 ساعة تحلوا لهم of course جازا ربخين زلون التي أجات يمزلوا صار درون مسائلات ويكا أصوار سلمتاي دي سرحة بخال من قدون كنريو بسالست من قدون كنريو كنفتنينا Middle East tonight, with 3 US troops killed in a drone attack carried out by Iranian-backed forces. Fears of a wider war are growing, with the American president warning the US will retaliate. On this remote and dusty compound, 3 American soldiers dead and almost 36 more injured at the hands. So وتهدراو معسكر Tower 22 ديو قلز بحال شمزلوه أب كبابي دوب ناي ليبانوسن أمنا البات كأسئلون كتمسألنا أمونغو يوردانن سوريا نزلو دوبي مثلا أبزلويو بخارتا كم سألكم يعني تنك حنت فيديو لاتني أبوي تمتكعتا قاتي مزلو سلازي كاب منا قاتي من يزدقفهم سنحينا عمق زبال حبري تغنرينا. We had a tough day last night in the Middle East. We lost 3 brave souls. So remember جو بايدن أب نمرج مدلاو نمرجانا أسرع 24 أب كامبين نيرو سلازي أب زوانزي أب زعمت زيا بفتصم دخامنت كرئي كلنيو كم الرأس تخوينا بأمريكا يعني مالتي دخامنت سراويت كامي تقول تم بال كم دخامنت يزغوز عرب أمريكا سلسة تهدر بيرتوبا مالو أبقازة ترى كن ليس ميتا مالو they don't care he what معري يكون كتفلت وزلكم سرع مش شحلي سبات ميتا مالو أب تقدم أي دبداب زجبر وطري أب يمن أب تناي حوتي أريا حمش سبق كيلومتر أب تو مركب زنبرود ما كباب خندي زخونو كيلومتر سلزي كال هزبي
هيوتا يقدسومني هيوتنا وتدراتهم جن كامت أن العلي أقدسنت كم زلوا جيرهم يمنع عالم زمنوا سلزي دك سبات مع عدلات equal rights human rights قبل خلوا كم زي يكون كردانا خلاله مهنياتو ناتهم هيوت ناتهم كنتات زلع عليه كبر كم زوهبنا يكالجن كندو كم زي يكون سلزي سلسته أقدس وتقدرت ويكا تبعت وتقدرت ميتهم نالو زخا قبر ملسن تاي كبيو عبد سقط قبر اللي نعون ولا أنت زي دليه. We shall respond. Iranian-backed militants launching a so-called suicide drone from Syria. Their target, a US outpost called Tower 22. So, تريوال لهم we shall respond لله قبل ما تسكن هبال لنا زد ما يجيت escalation نبزل على درجات كذكر ترزق وزوزخل so تي Tower 22 زبهال أمونغو سوريا أمونغو العراق أمونغو جوردان أمونغو سلستيان زلهم عسكري زخا ورايل كان سلستيان هجرات نختبق أتصرر له زخلا كونتاتي لهم زجبر وي لذي again ما زي ما تكعت وريد ولا بما وريد ولا سنحنا It's located on the Jordan side of the Syrian border. Little is known about its operations, but American forces are in place there as part of an advise and assist mission. This is the first known attack on the base. It's not clear that Iran necessarily ordered this. What has become clear is that Iran has funded these groups. So again, بنتصور إيران كم زحجزت ويكا إيران زجبرته إيران تبعتون زدفعتون مخاني في اللاتينيو زخاب تدقاقامي كل تزجبرنا بإيران كالجبويم زفتنو بنتارو إسرائيل تجبر زلاجنا أمريكا تحق زخم زلاي قلتونيهم سلزي إيران مزيوم سبعزياتهم حدنت كل واحد اليوم أبتا access of resistance ويكان يتقاوموا نتنا أمريكا إسرائيل حيل المقاوم أكلنا تيوم مثلاً جن بتخكل direct connection إيران زعزته وإيران زجبرته مخانا زجلس حبريتها كم زي اللي يزجلس جن زجن نيران تارجت كم مقبار عدكوا عليهم مالتا يكونن. Has provided them with weapons. The drone strike hit close to the living quarters. America can't explain why its air defence systems failed, but the Pentagon and President are vowing to hit back. We will take all necessary actions to defend the United States, our troops. So again, حركة بتي زنكاف زلو تي صار نفرتي إسرائيل ونزبالنايو تي ايرون دوم زلو بقى زخونة تنسيا حلفني زبحال زنبري تي أكتوبر شوعات تزكاة ما كل سب ذكريو الجدما صار نفرتن صار مسائلاتن صار درون نيروم جن again فيلر ناي تكنولوجي ناي كنتات كنا منتاي أسوار حسكال لغا كل جزء جيجا خقاتهم كم زغل ويدما كي سرعون غليو اتبقعتنا وتهدراتنا وتهدرات أسوارنا أمريكا ناي راشا وتهدر زغل صوغ تقرأ ترايني يرز كله بعفون زبلون أب تكبار كن ريغ لنا أبراهام مستي كالدي تانكتاتنا تون رينان ماريخنا لنا كم تزولوها أيقونن يلنير بحفشاقل أتي كنتات أبقى زي وقدب كله كم تتبلو أيقونن شوف أمريكان تتبلا لا we will take all necessary actions to defend the United States our troops and our interests لذي قبل ملسي كبو مخانم زي قبل ملسي دما بخيمة من قد كون خل that's going to be very very difficult. Right on the border of Jordan and Syria, but crucially the US says this was inside Jordan. Confusingly, officials in Jordan saying it wasn't inside their country, perhaps wary. So أصدار بكونتاتي ولا جوردن ونا وشتنا يكون زي معسكر زي بمبال أنا نفسهم كل شيء في التكنولوجيا yes كم دريد لنا دلي كي تكون كونتاتي زفتر زلو زي أب نيو أب ناي جوردن area كون كله أب كي بحر خنتاي كايدا لوس كان اسمع أب كله يزلو تساقم. Being directly involved in successfully destroying Houthi drones targeting shipping in the Red Sea. This comes after a British-linked container ship caught fire after becoming the latest vessel targeted by حوتي دما عندنا بريتش تانكر ندادي زحزت تي ندادي ناي راشا تباهلو كاب هندي جزيوم منيرم هند بديسكاونت جزيوم كاب راشا نيوكي جزي شتو نيرم نام يوكي ناخذ خلد ما تانكر تقاتل بحوتي مالتي مهنياتو نيوكي اوريدي مسنا اسرائيل after warning هيك يوم سلازلو يدبدبوهم سلازلو نزي مثل سلامنتايتي ابو زولو حيل بحرناتهم ككلاخل زي كالجن Houthi rebels. At the time, the Indian Navy, the warship Visakhapatnam, came to the rescue of the distressed vessel in the Red Sea. The captain of the Marlin Luanda thanked the Indian Navy who helped put out the blaze on the tanker.
of the world knows that yesterday we were struck by a missile. بحفش عب كي بحرون اتيناي حوتي مدقعتي ولو كانت معربا ميديا كفني فتن انتلو تطو زبالة خي مثلا ستيل they're firing يتكسلو يقاتلوا تكون تهدما نابزل على درجة دي يبلو سلازي بحيلي كفتح كم زي كل اتناي حوت قداي اتناي كي بحري بحيلي كفتح كم زي كل نخل نصور نقوني متعلو نيشتي ناي الجزيرة ريبورت كن رينا دحريو ابتناي ناي دحلاك زبها زلو كسكرينا is standing by. So tell us about this group. They call themselves the Islamic Resistance in Iraq. Who are they? What do they want? جيت حتى بزعبات يوم نتمدقعتي قبل علينا وتهدر معسكرنا أمريكا فتشمهم زلوا بزعبومي تحطوا let's listen. Well, the Islamic Resistance is an umbrella term that includes Iran-aligned Iraqi armed groups, and they have been operating in Iraq and Syria, targeting U.S. and coalition forces military facilities with over 170 attacks since October the 17th. They say they want to put pressure on the United States to stop supporting Israel's military campaign on Gaza. But recently, they have risen their demands. They're now demanding a withdrawal of U.S. and coalition forces from Iraq. So اليوم حيلزياتهم دماء مسيران ركب زلوهم كوينهم بتدقاقامي مع عطوقات قجلهم زلوها بتاع عراق زبحلنا بالنت عراق أمريكا ديمقراسي كانت ولكم ينايلو من قد أتومي كاوات وارا لهم يلو ماتيوم صدام حسين مسالي وتهاجر كساب حجي كم هاجر كتقوم هيك علتنا وشتا دماء مع عطوقات قجلتاتهم زلو سلازيوم أمونغو مسيران ركب زلوهم حدا كابتك عند العموم عبزوان زي ني أمريكا نإسرائيل أبغازة تقبرو زلها تقارت جن ولا حتوين كميو مزجزية جن ولا التناي قداينا إسرائيل تتفتح تتوقف لهم زي كونو توسع خط طلباتنا توم تايو أبزوان زي من البات نسوم سلازون قروا دي كونه أمونغو أمريكان من قصناي عراقن عبزي مرددا تفتيرو سراويتكم أوصولنا بمبال ترير بتدقاقامي حتى مسغربو I think أبزين كلتا معالت أمريكا ملسيبهم كانوا صوما يكوناني لهم زي أبزوان زي سراويتنا ينوصنينا نموصا زبحال ديسكاشن ون أب نيغوسيشن آياتونيو بزعبو كنزراربونا يندلنينا زبل ملسنة منقسي ناي عراق يبوما مالتي بخالا زراربا عراق هاجركم هيكونتن نعاناي هاجرنا يبلو مالو سلازي أبعد دخاتيوم صباح نقول جبتي وتصولنا انتيلو من أمريكا أين وصنينا كبلو خمس خلو كتفلت لكم بفتوت زي كوين أمريكا قديد كاختو صوما يتغلنها سلازي سوبر باورز أبعد دخاخات وخليهم جن حق اللوي سرعات هاللوي أكمل زباط كرتاتون من البعض أبزوها نزيت زلوا كرتات أجر نزلوا قال ملء أمريكا بزو سكيورتي سلزلوا كتب التخليقة بحف شاقن كالوت حجرات بحق خمس خدان رينا أمريكا قد حق بخانة حق نوعهم كم زي جبا أبيو إن يكون أبكالي تمسا سالك على تدما حق زي ملكة حجر أبزوها نزل رياضة لنا إسرائيل international law ويكا حقي كم زي ملكته نعلم يؤمنوا له. Especially after the counterattacks carried out by U.S. airstrikes in retaliation for the dozens of attacks they carried out against U.S. and coalition forces in Iraq and Syria. The U.S. counterattacks killed and wounded a number of their fighters in Iraq. So since then, they have been demanding a withdrawal of U.S. and coalition forces from Iraq. So since this is an Iraqi group, what do Iraqi authorities say about this, if anything? Well, we haven't heard from official Iraqi institutions as of yet, but in similar cases in the past, they would come up and condemn the attacks in case it hurts civilians, like what happened in northern Iraq in the semi-autonomous Kurdish region several times when U.S. interests were targeted by this same Islamic resistance. And civilians, when civilians are hurt, then the Iraqi government comes up and condemns that. But in cases... So, okay, زياتهم بمنقسي أمريكا كعملوا أمريكا توزع له زبل طلبات هنا له ميلو منقسي نايتي عراق كان تايبل بزعباز يوم ميلو لازم منقسي سخون مجلس أيها بنالو أب نورمال جزيجن نخمز عينة مدقعتي كم زخون نزنبرن كقارس كم زلون يزنقر أبزوان زجن مجلس أيها بنالو بخلا زراربا نتتغير زلو مدقعتي نمدقاف كسمع خلي مجلس تزهيبو سلامتاي أوش تعدو زكايز أوش تعدو زقبر زلو مدقعتي سلو زخوني مس أمريكا دما أب حلفيها بس يحم سلو زلو we will see نابيجا زخون معبل الخد of retaliation by counterattacks carried out by U.S. airstrikes, which killed and wounded a number of Islamic resistance fighters. Then the Iraqi government comes up and condemns. Rasul Sardar, you're in Tehran. So we heard about this umbrella group that Mahmoud was just telling us about, the Islamic resistance in Iraq. But for the U.S., this is all Iran-backed paramilitary or militia groups. What does Iran have to say about this?
Well, Iran says that it doesn't have any link or involvement in the recent attacks on the U.S. troops in Jordan. There has been a written statement released by the Iranian Foreign Ministry spokesman, Nasser Kanani, and he says the repetition of these baseless allegations is a projection and a plot planned by those who find their interest in dragging the U.S. in a new crisis in the region and spreading the crisis in the region to cover their own problems. So Iranian officials. So again, Iran ድማ ነዚ ኩነታት እዚ ዋላ እኳ ኣሜሪካን መሻርክታን ኩሉ ትዝግበር ዘሎ ጠቕሊሎም ኢራን ዝገበረቶ ኢራን ዝደፍአቶ ብኢራን ዝድገፍ ናበሉ ከፀጋግዑ ዝፍትን ተኽለው እዚ ምሳና ዝኾነ ርክብ የብሉን ዕላማ ናቱ ድማ ኣሜሪካ ነቲ ውግእ ከተስፍሖ ስለትደሊ ዘላ ነቲ ውግእ ንምስፋሕ ድማ እንታይ ዘድልዮም ኩሉ ግዜ ምክንያታት ነቲ ናቶም ዲፕሎማስያዊ ኣካይዳ ፀጥታዊ ኣካይዳ ፍሽለት ኣጋጢሞም ስለ ዘሎ ነቲ ፍሽለት ናቶም ንመሸፈኒ ዓብ ውግእ ንክገብሩ በቲ ውግእ ጌርካ ክሽፍኖ እዩ ትፃዕሪ ኢራን ግን ኣብዚ ኢድ የብላን ምስ ዘተሓዝ የብላን ብምባል ኣብ ካልእ ድማ ምናልባት ከይበፅሐና ኣብ ዘይቕረብክዎ ዘለኹ ኣብ ካልእ ጉዳይ ድማ ናይ ኢራን ምስ ፓኪስታን ናይ ተኽሲ ምልውዋጥ ገይሮም ነይሮም ናይ ግብረ ሽበራ ምክንያት ብምግባር ስለዚ ንዑ ብዲፕሎማሲ ንምፍታሕ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ቻይናን ቱርክን ኢደን ኢትየን ክሽምግልኦም ይፍትና ከም ዝነበራ ተነጊሩ ነይሩ ምናልባት ከም ናቱ ውፅኢት ክኸውን ይኽእል እዩ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢራን በቀጥታ ናብ ፓኪስታን ከይድሎ ስለዚ they are trying to contain the situation ኣብኡ ዘለዎም ኩነታት contain ክገብርዎ ይፍትኑ ከም ዘለዉ እዩ ዝነገር. So let's continue to the next topic now. Becoming involved in any escalating conflict between the US and Iran. To happen in the Middle East is not to against Iran, but there's a fine line between needing to respond and forcing an all-out war in the Middle East. Well, part of our work here is to make sure as things have happened in the Middle East. So እዚ ወታደራዊ ኣዛዚ ናይ ኣሜሪካ እዩ ብዛዕባ እዚ ኩነታት ክዛረብ ከሎ ስምዕዎ. Is not to have the conflict broaden. Since the conflict in Gaza erupted, America has tried to temper tensions. There have been more than 150 attacks on US and coalition forces, but none were deadly until now. In Washington, D.C., Alison Petrowski, 9 News. And Alison joins. So, ከም ንሪኦ ዘለና ክምለሶ ኢና ሕጂ ብዛዕባ እቲ ናይ ቀይ ባሕሪ ክምለስ ኢና. What's going on ኣብ ቀይ ባሕሪ ብዙሕ ነገር እዩ ዝዝረብ ዘሎ. እስከ ንስማዕ ኣብዚ ሓንቲ ብዙሓት ሰባት ዝረኣይዋ ኣናሊሲስ ነይራ ንስማዕ እስከ. Stretching between the Arabian Peninsula and the northeastern coast of Africa, the Red Sea is a vital maritime route that connects the Mediterranean Sea to the Indian Ocean. This narrow waterway has long been a crucial passageway for international trade, facilitating the movement of goods and energy resources between Europe, Asia, and Africa. Controlling access to the Red Sea has, therefore, been a strategic priority for many nations, as it allows them to exert influence over global commerce and regional politics. At the heart of the recent revelation is the long-standing tension between Russia and Israel. These two nations have often... So, ቀይ ባሕሪ ኣዝዩ ኣገዳሲ ባሕሪ ምዃኑ ኩሎም ባሕርታት ኩሎም ማያት ጥቕሚ ኣለዎም ግን ስትራቴጂካዊ ኣገዳሲነት ናቶም ግን ከምቲ ናይ ቀይ ባሕሪ ክኸውን ኣይክእልን እዩ. ውሕዳት እዮም ዘሎ ምስ ናይ ቀይ ባሕሪ ክወዳደሩ ዝኽእሉ ምክንያቱ ዳርጋ ዝበዝሕ ህዝቢ ዓለም ኮኔክት ዝኾነሉ ብጣዕሚ ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ. ስለዚ ፅልዋናት ካብ ቀይ ባሕሪ ምህላው ወይ ድማ ኣብ ቀይ ባሕሪ ከም ሓያል ሃገር ፅልዋ እንተዘይብልካ ብቐሊሉ ካት ኦፍ ክትከውን ትኽእል ኢኻ. ክቆርፁኻ ይኽእሉ እዮም ብሎክ ክገብሩኻ ይኽእሉ እዮም ካብ ንግዲ ካብ ኣገደስቲ ቀረባት ክትቁረፅ ትኽእል ኢኻ. ስለዚ ቀይ ባሕሪ ንሓያላት ሃገራት እቲ ዝዓበየ ራሽያ ሜይቢ ኣብ ቀይ ባሕሪ መፅያ ወይ ቻይና ኣብ ቀይ ባሕሪ መፅያ ውግእ ክትገብር ከም ትኽእል ከምኡ የጋጥምኒ ግን ክሳብ ክንደይ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ኣብ ቀይ ባሕሪ ክትዓፅቦም ተጀሚርካ ካብ ሓደ ኣገዳሲ ላይፍ ላይን ይብልዎ ንሂወትካ ንቁጠባኻ ዘገድስ ካብኡ ክትዓፅቦም ስለትፍትን ዘለኻ ቀጥታ ውግእ ከምፅእ ዝኽእል ኩነታት ስለዚ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ናቱ. መጀመርያ ኣብዚ ውድድር ሕጂ ኣብ መንጎ ራሽያን እስራኤልን ኢና ክንርኢ ምክንያቱ እስራኤል ኣታ ሕብእቲ ኢድ ናይ ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባ ስለ ዝኾነት እስከ ነዚ ንርኢ ሕጂ. Found themselves on opposing sides of various Middle Eastern conflicts with differing interests and alliances. Israel generally እስራኤልን ራሽያን ከምዚ ተጻብኦ ዝነበረን ሃገራት ኣይኮነን ምክንያቱ ብዙሓት ኣይሁድ ኣብ ራሽያ እውን ስለ ዝነብሩ ስለዚ ዝምድና ናተን ባላንስ ዝሓዘ እዩ ነይሩ. ካብ እዚ ናይ ሓማስ ውግእ ወይ ከዓ እዚ ናይ ጋዛ ኩነታት ዝጅምር ግን ራሽያ ብንጹር ኣብ ጎኒ ሓማስ ኮይና ኣላ. ኣብ ጎኒ ሓማስ ኮይና ንሓማስ ክትድግፍ ዘይኮነስ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ፈለስጢን ኮይና ኣላ. ስለዚ ሃገረ ፈለስጢን ክትህሉ ከም ዘለዋ ውግእ ጠጠው ክብል ከም ዘሎ ረድኤት ክኣቱ ከም ዘሎ እስራኤል ደብዳብ ከተቋርፅ ከም ዘለዋ ኣሜሪካ ምትእትታው ክትገድፍ ከም ዘለዋ ስለዚ ኩሉ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ኣብ ዩኤን ይኹን ኣብ ኩሉ ፕላትፎርምስ ንኣሜሪካን እስራኤልን ብተሪር ትነቕፋ ዘላን ትቃወማ ዘላ ሃገርን ኮይና ኣላ ማለት እዩ.
بمنطر زي دما الجيوبوليتيكا اب قرص محاز حجن راي. Israel has forged close ties with the United States, enjoying considerable military and diplomatic support, while Russia has strengthened its presence in the region by backing the Syrian government, among other actions. These conflicting agendas have made the Red Sea an arena where their interests inevitably clash. To understand the significance of Russia's recent move, we must first delve into the geopolitical complexities of the Red Sea. The region is home to several choke points that are crucial for controlling maritime traffic. The Bab el-Mandeb Strait, located at the southern end of the Red Sea, is one such vital passage. It connects the Red Sea to the Gulf of Aden, and ultimately the Indian Ocean. More importantly, it is a key access point for vessels traveling to and from the Suez Canal, which is the shortest maritime route between Europe and Asia. Any disruption or control of this passage can have كم نريد زلنا أتي بقى بحري بخلتي من قدي مشانكوها خمسلو ويكا مصعببو سوري مصعببو خمسلو مصعببو سويس كانال بالعللو أب جبسي بتحت دما مصعببو بابيل المندب مالتشو سلازي أبزين كل تبوتاتات أبتكن استراتيجيكاو هلاو كلوا كاك خلالو سلامتاي أبز بوتاتات زي بقليلو كتأجا سلتغل أيكونن أب هاجر بزوحة سوارن قالن زلو من البعض بحري نخطعات قدم كتف حيل بحري زي اللي حيل بحري ما تزخب ديك تهنص معناته فولي مراخب بزح تكنولوجين جنزب زحت سلازخونه بوتاناتكا مريتناتكا ابو تصقعي لندحر خوينو كم حتجن حيل بحري ليكا قليل ليكا بقليلو بوحدات ميسايلات نبوملوتي نقدنا عالم دوكه تبلت خليقه سلازي استراتيجيكاوا قداسنتنا هاجرات زيو نا ايرترا تاريخ مزحلفه 8 عامات ازي كبيز جبردما اكزاكتلي كابزي زبقاس تزلنا استراتيجيكاوي أقداسنت كابز زلنا بوتا يزمركوس سلازم بفلاي دبوباو كفالنا يرترا كبابي عصب زلو أتي كسب راس دميرا زلو كبابي إزي بتاع أقداسنا زلويو بمنطر زي جيوبوليتيكاو الواقع ريا خلنا سلازي إزي دماينة جيوبوليتيكس نا يرترا أقداسنا زقبرل زلو. Have far-reaching consequences for global trade. In recent years, Israel has been actively expanding its influence in the Red Sea region. This expansion has taken various forms, from economic partnerships and security cooperation with regional states to covert intelligence activity. The underlying goal for Israel is to counteract the influence of Iran and its proxies, such as the Houthi rebels in Yemen. To this end, Israel has cultivated relationships with countries like Saudi Arabia and the United Arab Emirates, UAE, who share concerns about Iran's regional ambitions. However, it is the recent discovery of بحفشة إسرائيل قد مزينة مدقعتنا حماس مجمارو نتزوباتي ملو بملو كتقوها صاروا بزحية تفتن إيران وسدما حدا مس سعودية مس إمارات مصخنا زمدنا هنيتا مس بحرين كم زمدنا هنيتا مس جبتي زمدنا تحنس نيرا كم مس موروكو مسير تراون زمدنا يقبرتن كل جزء فيك نيوس إسرائيل كم زاتيا أنا تبع لي زرب نيرو سلزي إيران بكل من قدك قدام يتسأل عيناتنا إيران يا سلت بلدنا برد أبزون كذكر زلو إيران كدبدب كلا قدام إيران كم تدبدب زقبرت إسرائيل يعني إيران عصرت جزء كم يكلاوات ورا له واحد جنيا ورا له صدام فاتنا على نهاية سباد سري بمبال ني إيران كم تدبدب زقبرت ساعة تمسا دما ني إيران خدبدب بزح جزء نيكولاريا معبل له كم زنا بله بزح سعيرهم من بزح حد قثات أريدهم بزح قدا كم زوردهم جرميم تمسا سالنا بحري دومينيت قبروز دوليز نبريم أجات عم كونتات كوينكم بحماس كالما قد سلستغفته هجي نابيك خيديس كنسمع. a Russian military presence on two strategically located islands in the Red Sea that has raised alarm bells in Tel Aviv and among its allies. Scott Ritter's revelation highlighted that Russia had covertly established military facilities on the Dahlak archipelago, an island chain near the coast of Eritrea. These islands are strategically positioned to monitor and potentially control maritime traffic through the near the coast of Eritrea. These islands are strategically positioned to monitor and potentially control maritime traffic currently established. So زي سكوت ريتر زبال نا أمريكا وتهدراوي صور أناليسيز نبريو بزح جزء نا ما كلاي مبرق ننا إسرائيل كونتات بعلو تازجلت ويد ما نتيجة بوليتيكا بتنا أمريكا وقام وتهدراوي تمرتز اللون وتدرنا أمريكا زردونيو ግን ኣብዚ ዋን እዚ እቲ ኣሜሪካ ትኸዱ ዘላ ብፍላይ ድማ ኣብ እስራኤል ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኮምፕሊት ላንጻር መንግስቲ ኣሜሪካ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ዘየድልው ግን ኣይሁድ ዝገብርዎ ዘሎ ሶሪ እስራኤላውያን ዝገብርዎ ዘለዉ ኸዛ ቅቡል ኣይኮነን ዝገበን እዩ እስራኤል ክትሰዓር ኣለዋ ክትእለ ኣለዋ ካብቲ ቦታቲ ኣዞ ክትእለ ኣለዋ ክትብል ከላ ካብ ኸዛ ክትወፅእ ኣለዋ ፈለስጢን ትበሃል ሃገር ክትእለ ኣለዋ ኢሉ ዝኣምን እዩ بمنطر حجي نتوم حوتي نتكالب كبابيتات بأونتاوي زقلتو سلازم تاي زبل زالسو بزح جزء نراشا خيدو نيرو أوشت الراشا آتيو نتسراويتنا يراشا بوتين كما يالو زغلو بروباغندا معرباويان زبلو أمريكاوي أن أمريكا عبيت يزدلي زبل أمريكا حيالك تكون يزدلقن بس تخدو زال أمريكا حيالك تكون هيكونتن كتفتر يا تغذ زبل منتي زلو سلازي أوشت الراشا آتيو نتي سراويت كله نتناي كسب
تينا يوكرين كسب كندي تقول يوم زلوا كندي كم زموت زلوا كندي تبارك خم زلوا اتمورال لا حزبنا راشا كم زلوا زقلت فيديو غير نيرو ምናልባት ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም ኣብዛ ቪድዮ ግን እንታይ ዝብል ዘሎ ነቲ ጂኦፖለቲክስ ናይ ኤርትራ ምስ ራሻ ዘለዎም ኩነታት ስለ ዘንበበ እዩ ምናልባት ባህጊ ናይ ራሻ ክኸውን ስለ ዝኽእል እምበር ዘሎ ኮይኑ ኣይመስለንን እዩ ግን ብሓፈሻ እቲ ኣናሊሲስ ናቶም ምስቲ ጂኦፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ዘሎ ኣንቢቦም እዮም ነዚ ግምታት ዝህቡ ክኸውን ድዩ ኣይከውንን ኢንሳይደር ኢንፎርሜሽን ኣለዎም ድዩ ምክንያቱ ምስ ዓበይቲ ሓለፍቲ ናይ ወታደራውያን ኣዘዝቲ ናይ ራሻ ከም ዝተራኸበ እዩ ዝነግር ኣብ ካልእ ቪድዮ ናቱ ስለዚ ኣብ ዳህላክ ኣርኪፔላጎ ራሻ ቤዝ ክትገብር ከም ትደሊ ዘላ እዚ ድማ ነቲ ጂኦፖለቲካ ናይቲ ዞባ ዓብይ ፅልዋ ክገብረሉ ከም ዝኽእል በንፃሩ ድማ ናይ ቻይና እውን ኣብቲ ኢኩዌዥን እቲ ቻይና ከንታይ ክትገሊ ካብ ኤርትራ ከም ዝትሕር ኮይኑ ማለት ገዚኦሞ ወይ ወሲዶሞ ኣይኮነን ዘሎ ኣብ ቤዝ ክገብሩ ይፅዕሩ ከም ዘለዎ እዩ ዝገልጽ military facilities on the Dahlak archipelago, an island chain near the coast of Eritrea. These islands are strategically positioned to monitor and potentially control maritime traffic through the Bab el-Mandeb Strait. The revelation came as a shock to many, as the Red Sea had largely been seen as a theater of competition between regional power, rather than a direct confrontation between Russia and Israel. The deployment of Russian military assets to the Dahlak archipelago signifies a significant shift in the balance of power in the Red Sea region. Russia's እዚ ኩነታት ራሻ ኣብዚ ቦታ እዚ ቤዝ እንድሕር ገይራ ነቲ ጂኦፖለቲካ ዓብይ ለውጢ ክገብር እዩ ሓደ ኒኩለራዊ ፓወር ዘለዎ ሃገር ቤዝ ናቱ ኣብ ዳህላ ክገብር ተኽኢሉ ናታ ኣብቲ መስመር እቲ ዘለዋ ውሕስነት ዝለዓለ ደረጃ እዩ ክንርስዖ ዘይብልና ኣብዚ ጥራይ ግን ኣይኮነትን ፎከስ ገይራ ዘላ ራሻ ምስ ግብፂ ዓብይ ዲል ናይ ኒኩለራዊ ቤዝ ኒኩለራዊ ፀዓት ንምህናፅ ዓብይ ኮኦፐሬሽን ወይ ሓድሽ ፕሮጀክት ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ምስ ግብፂ ብሓደ ኮይኖም ከፊቶም ነይሮም ስለዚ ኣብ ግብፂ ስትሮንግ ቤዝ ናታ ንግብፂ ኣብ ብሪክስ እትዮም ኣለዉ ስለዚ ብንየው ብስግርና ዘላ ስዑድ ዓረብ ኣካል ናይ ብሪክስ እያ ብንየው ዘላ ዩኤኢ ኣካል ናይ ብሪክስ እያ ስለዚ ናይ ራሻ ኣብዚ ቦታ ምምፃእ ሃንደበት እውን ኣይኮነን ዲዛይን ክገብርዎ ዝፀንሑ እዩ እንተመፂኦም ማለት እዩ I'm very sure ኣብዚ ዋን እዚ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈውን 2 መዓልቲ ዲ 3 መዓልቲ የማነ ገብረ መስቀል ሚኒስተር ሓበሬታ ናይ ኤርትራ ሚኒስተር ኢንፎርሜሽን ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ቤዝ ከም ዘየለ ብፍላይ ናይ እስራኤል ይኹን ናይ ዩኤኢ ቤዝ ከም ዘየለ ደጊሙ ገሊፁ ነይሩ እዚ ፌክ ኒውስ ብዙሕ ግዜ ብምውፅኡ ድማ ከም ዘሕርቆምን ከም ዘቆጥዖምን ተዛሪቡ ነይሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ራሻ ከምዚ ኢሎም ኣብዚ ቤዝ ክገብሩ ምስቲ ራሻ ምስ ኤርትራ ትኸዶ ዘላ ኣዝዩ ኣገዳስነት መሃለዎ ነቲ ውሕስነት ናይ ኤርትራ እውን ውሕስነት መሃባ ነይሩ ምክንያቱ ብተደጋጋሚ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ናይ ኣሜሪካን መሻርክታን ነቲ ሃገር ድቃስ ገሊዋ ኣሎ ስለዚ ካልእ ሱፐር ፓወር መፅኡ ብሕጋዊ መንገዲ ቤዝ ሒዙ ከፍ ኢሉ ክጥቀም ተኽኢሉ ንኤርትራ ውሕስነት ክባኽል ልዕሊ ድማ እዚ ብደቡብ ዘሎ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ኩሉ ግዜ ዕንደራን تعبيز مال أوزربان كابون رجعت مرخبنا زبل منات علني زخا حدش رجع يكون أب كلن هجرات على بزق برزولو كنا تاتيو كفيلهم كنت كم زخلو نت security نت زباد ما فلاي راشة ما ideologically ولو قاب على سانس أرنا تنبرو نتزحزوه ومن قد يكون حنت كردوزا لنا راشة نتزحزوه لأنه وحكم زك على سن كدق فهم زخلون الناي مزمزات تاريخ دما كم زي بلو زي مزمز هجرات معربويان تراي مخان دما نسبت ناتو كتب خلقات صبغي His presence in this area provides them with a substantial advantage in terms of monitoring and influencing maritime traffic. It also poses a direct challenge to Israel's strategic interests, as it limits their ability to act unilaterally in the region. Furthermore, it has the potential to disrupt the delicate alliances that Israel has formed with some Red Sea states, who may now be wary of antagonizing Russia. The question that arises is, why would Russia take such a bold step in the Red Sea? To answer this, we must consider Russia's broader strategic objectives in the region. One of the key motivations behind Russia's action is its desire to maintain a strong foothold in the Middle East. The Middle East offers Russia access to vital energy resources, arms markets, and political influence, which are crucial for maintaining its status as a global power. So Russia خنتايت علامة نبقى بحر زمت زلوا نزبل Russia ناتا نبقى بحر خوينا مس أمريكا نخدمات ترى يكونوا أبزوا نزي ميدل إيست أبي بيزنس الرأيالو Russia دحر مس أوروبان أمريكان برتوع قدام مس وردا كابو ندحر حجي بوتين كم زبالو نبي أوروبا جزء زت أمت مغنيات كله أن يكونن نب global south ندبوب جزنا ترى بيزنس ناتا بمبال مس China مس تنكالوت هجرات في الهدمة مس UAE مس السعودية مس جبسي مس كالوت هجرات عبن الدخ جبريز ده اللي زلوا لذي دبوب مهلاو أبت بوتات دما استراتيجيك ربحاناته بفلا يدما وتهدروا عقبنا راشا أبزوانزي نوني وتهدروا عقبنا نيتو كمون أمريكا يبده سلزلو وتهدروا أصوارناتهم حياة المقانون تطلع بنت كم زلون فيديو غير الكونير بزع ديماند الله سلازي بصحة هجرات وتهدروا طلب كلوان كم زخنة الزخد جبرت خين كارما نسخة وحسنات وين كتب كتكلها لك
እዚ ድማ ኣብታ ገዳሲ ቦታታት ናትካ ፕሬዘንስ ክትሉ ክትላላ ረብሓታትካ ከተውሕዝ ክትክላለካ ንግዲ ናይ ነዳዲ ድማ ብውይ ዝኸይድ ስለዚ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ እንተዘየልዮም እቲ ቀንዲ ኦክሲጅን ናይ ቁጠባ ናይ ራሻ ነዳዲ እዩ እንድሕር እቲ ነዳዲኻ ኣብቶም ቀንዲ ክሸጠሎም ዝግባካ ንቻይና ድዩ ንህንዲ ድዩ ንካልኦት ብቀይሕ ባሕሪ ጌርካ ከተብፅሖ ተዘይኪልካ ክሰራሕ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ካብ መጠን ንላዕሊ ኣገዳስነት ኣለዎ ንዖም እውን Additionally, Russia has been a key backer of the Syrian government led by President Bashar al-Assad. The naval base at Tartus on the Mediterranean coast of Syria is Russia's only military base outside the former Soviet Union. By securing a presence in the Red Sea, Russia can strengthen its maritime supply lines to Syria, ensuring the continuity of its support to the Assad regime. This would further solidify Russia's position as a major player in the ongoing Syrian conflict. So, ኣብቲ ማዕከላዊ ባሕሪ ብመንገዲ ናይ سوريا من سوريا بشار الأسد سمودة تقاليسهم أو سلطان دو كم زبل جيرهم ملو سلزي بمنقدنا أو تجيرهم أبتي مع كلاي بحري بيز اللهم وحدات وحد الوايز اللهم راشا بحجي الواناتهم كعبي بأخنياتنا أمريكا قتيمهم نيتو قتيمهم قد أبي لهم حزمهم ترى زي يكونس كسعروهم تخيلهم كعلى لخلو أبي يوكرين مسعر مالت يوكرين مسعر يكونن نيتو مسعر مالت يو أمريكا مسعر مالت يو أحد إنجليز نخلاتهم معربين هجرات مسعر مالت سلزقنا الزكونة تاتزي كم سعريت كوينه متوسطيهم من أمريكا سوبريماسي ويكات حيلي كداخل مخانو زدما هذا كابتي ودكتنا يتكونتات كم زري كم لا ساينا زي فيديو زياسك كم حبريت اسمعوها. Happened is because the most profound reason why this has happened is because the United States and Western elites in general are living in the past. They think that their relative power compared to the rest of the world continues to be as great as it once was, but this is no longer true. So it's like somebody who thinks they have got a very powerful, weapon in their hands, but all they have is a water pistol. Because you see this, so having made that analogy, let me get down to the concrete reasons. First of all, the imposition of sanctions themselves has been very patchy. What do I mean by that? They have tried to design the sanctions in such a way that existing businesses in their own countries, whether it is the United States or Germany or Canada, are not. So انتهت بالدلا تعمي عباي بروفيسور ناي بوليتيكسيا سو معرباو عالم امريكان اوروبان عقمو بتخكل ناي ممزان صقم اغاتيمو مالو إلا زدما كل تزلوم عقمي بقطبا يكون بوتادراوي بكله كالي كوينو يزرعيم نيريلا زدما كم ابنت كبكان درخينا كمزي عبي برت كم زلكا خوينكا كتفرارص انيكا غاطا متبرت ناتكاغن ناي ماي كلاشين كوينو برت حسكا زلا ماي زتكوس اندحر كوينو صنيهكا مالتي زغانتا مالتيو كله تتهددو زنبركا اصوار اندحر حوتي كدفرو جميرو حوتي مسمر ناي منقدي نعلم ملو غرانت كبايا كتبل صنيهكا حوتي حدا نشتي يقجله نخلو مسمر ناي نقدي تطاو كبلا زخلت خوينو نراشا أوش الصومن كتفاية كتبلت أنيكا بقدام مسفتنكا أكن الراشا إنه أوروبا بعلوك عنه مسجمرة تزعبي يتسقمنا أمريكا ناي عربا وعالم بفلا ناي أوروبا الترياليزيشن التناتو ما بحنقولهم زنبرهم فانتازي ناي عقمي ناي كتبا ناي سلوى أبقد معينهم فشيلوا التقدانا براشا زقبروا نراشا دا يكون كلمس ننفسهم كلمسهم سلسراية عقم خابت غكل داي ممزان حدا كابتي مكالات في ودكتنا معربا وعالمية نابلتي عتزارب زلا not unduly hurt, which means that a lot of these businesses are continuing to do business with Russia simply because they don't want to hurt them. Secondly, Russia has been able to rebuild its economy very quickly. And remember, it had a long lead period because the first sanctions were imposed in the aftermath of the events of 2014. So Russia faced agricultural sanctions, and in the period since 2014, Russia managed to turn around its agricultural economy in such a way that it is today a major exporter of grain, fertilizers, etc., etc. So that experience was already there in Russia. كالاي دما اتقدا اب للراشا زازو زغبرو جيجا كالكوليشن ناتهم ترسم تخكل كم دي سرهيا تزبل دلا اب كلتشن 14 اب ناي كريميا كنتات مسقاطمه مس يوكرين نراشا نحج يروان ججف قدا غيرهم لا تزبلت نغير كنت بلالا راشا اب تغزيتي امريكان اوروبان تايك غبروم كم زخولو صبق زخونه سئل وسيدهم يلاتك بوتين دما نربعت عمت نشدشت عمت نكبابي نشمنت عمت سوري كابكلتشن 14 كسب اسرانكلتن اخول غزي وسيدو صبق زخونه مدلاو كغبر كيلو يلاتك ترجم لهم ني شمنت عمت بحرشا بفرتيلايزر بخالي قطبا ناي راشا نفسو زخالي كل ملو انت عقيدومو ببانكينج سيستم بخلو ريد كون خلالو مخنياتو اتناي يوكرين زي ترفوق مخاني فلت نيرو نيتو مسفحفح كقارص ايكونن حنت غزي صفيعنا كساب زي رانا يوم كدندنونا يما مليشم كعتونا سلازي حنت غزي خنقطوم تخينا انتاي كغبري خوليا ميلو
كل تزدليو مدلاو غيري that's why قراتهم ايروبايان جن نخوم عينت مدلاو كي جبروا ملو بملو كالاي مسمر ناي نقدي ناي ندادي يسرحوا نيرم ايكونا كابراشا وصيوم كال منقد كتاطحو كابراشا تحد ستريم لاين زنبره كالاي وسخولو نيرم سلازي نساتهم بلانز بهازي بلون بوتينجن استراتيجيكلي زدليو بلان غير سلازي نبره اتز جبروا حسابات مجمريا نعتاتهم نجرمن نتعنتر كتبا كلمسو ترايو نابلتي تزارب زلا which is very very deep and really analysis afiltatin ab حبريتان سمركوسي بسمع الزربا يكون has been able to essentially engage in a form of import substituting industrialization, and it has proved very good at that, and I think the government has done that. So I would say that a combination of things, the West's power to essentially cut off the rest. كمل ساينا زيا ابتانا تشاينا نشتي كفال الله تانا تشاينا قدايون كنت انكفاس لزدل زلقي. So let's go here and let's listen a little bit. Pressure from Western powers, particularly the United States. In recent years, the U.S. has been actively pursuing a policy of containment against Russia, seeking to limit its influence on the global stage. This has included economic sanctions, military deployments in Eastern Europe, and diplomatic efforts to isolate Russia. In this context, Russia's expansion in the Red Sea can be viewed as a strategic countermove, aimed at asserting its presence in an area of great significance to the West. Israel's response to Russia's actions in the Red Sea has been cautious but deliberate. Tel Aviv recognizes the challenges posed by Russia's newfound presence in the region and is keen on preventing any escalation that could lead to direct confrontation. Israel's strategy has been to engage in discreet diplomatic channels with Russia to address its concerns and ensure that its interests are not compromised. This approach reflects Israel's pragmatic approach to regional security, which prioritizes stability over open. China, which has been steadily expanding its influence in the Middle East and Africa, has been closely monitoring developments in the region. China has its own interests in the Red. So, abzu kunata tazid ma kenriyo zalna China مت راشا أبزل على قربات يوم زلوا ولا قط معربة وعالم بليونس إنفست جيرو زين هجراتياتن حوياتون كم زلوا قال كم حماق كم زلوا يتفق كم زلوا بروباغندا ينزح انت لو قال زي خمسة لكم بديت استسنيك صح كنا يجنزب صار تشاينا نمتسلام تشاينا تكبر زلا BRI بروجكتس حماق مخانو اتفاقات مخانو أمريكا حسوا تنزح أمريكاوي بداية هذا السنة حبريتها كب كلهم سمينا بكالك زي بلي بحفش عجن تشاينا راشان حبراوي مرقص إنه كلون فتينا يكونن قديتها يكونون زلوا مغنياته بحد انت زي كنا بب حدا كتدفن مخان امريكان اوروبان بب حدا كتفوني دلي خمزلو فليتو مالو سلازي تشاينا بتحر مغارجا اجوها بوتين كل زليكا كان حق زكاينا يقولوا but at the same time كلتيوم باورس يوم سلازي كلتيوم ابقى بحر ما ناتوم بريزنس كلهم يمزدلي راشيا سلازي حزتها بيرترا ترغاغينا خنبرينا خبلاي كلهم تشاينا نبعلم أبيرترا بفلا يا كبابي أبجوبتك يحزو أمريكا زعبي بوت حزاتو زلا راشيا ون حزات كمون فرنسا لذي أبيرترا بيس كدليو خمس خلو من البعض بزخوان زي أجرجر سلزلو سكرتا سلزلو مر بيس دليو خمس خلو ردوي بتزلو جوبوليتيكات نحرري خايو Red Sea, primarily related to its Belt and Road Initiative, a massive infrastructure and economic development project that aims to connect China to Europe, Africa, and the Middle East. The Red Sea is a critical link in the BRI's maritime component, providing China with access to the Suez Canal and facilitating trade between China and the rest of the world. China has been investing in port infrastructure along the Red Sea coast, such as the port of Djibouti, to support its maritime ambitions. Russia's presence in the Red Sea adds a new layer of complexity to the regional dynamics and could potentially impact China's strategic calculations. The involvement of multiple global powers in the Red Sea raises concerns about the potential for a proxy conflict or unintended escalation. The Red Sea region has already So كم زين رياض لنا التكونات very بغلط سمع بلزلو كوناتيو نفسه كف باور دما ناتا بوتا بزبوتا كتوليات دل not as great as it once was, and the fact of the matter is that Russia has taken a proactive stance on this. Give me a second. Okay, let's go here. So نايز كله متحازيت ناي بريزنت ساس كل زي مستك جوبوليتيكا كل نزي زخون زلو أقدم بزعبو تزاري بسلو زلو listen now. وهجتنا تاينا بمنصر تقدم تقولس هو خنري الضحك كوينا بوزو حجيب وهم مجلسات عندنا إيران تاينا سي تسعة سنة تمسرتو بلو أنا تسعة سنة كنا نفسان 5 سنة شديد تمسرتو أو كفلاس الساعات تمسرتو مغنياتو كابيد مسألة تزمدنا عند حتى وحيلو سي حجيت مالي هرناتنا تمسك كنا مجمريا نحن سلا تعلمنا أبوي كنا نتحطو دلو مجمريا وصاها هاجر أصوار هيبون ده حتى وحيلنا مجمريا سيمونوفات رغبنا نطاطم مش عندنا برنا كفلتات موجودات العدد تحتن عندنا برنا طبعا ناجي خابون رغبنا نطول نعمتنا أول الوقت وانت بلو مريت ماريا أو تقميت النيرة أو مسنا برا بعثي قال في المسيح وسيدهم من تندي هو كتفتيرة وانا نجر كنت تفترة هو كت مستزنا برنا حدث بينات كنا تات يكونسي ما شاينا مركزي بخمي من قدي شاينا ده حرب عن شعتن ناب كم زين مسألة دقف مسيح عند حلقة أو تم جلسات كل وقت القوم قل شو تجمعه ده الخمسة عامات هذا خد زمدنا مالتي
او وشت 55 الى 55 عامات ما زمص معباليتات اب عالم زمص مقيارات انتي يمثل شاينا شو انتي نرا ابز حجي زلو هنتات كنت يالا شو احنا ابز نبرنا له غزيسي ناي بحلاو صورانا كالتشرال ريفولوشن غزي نيرو شو مونغو سوفيتنا مونغو شاينا متفنانات رسم دنوروا له غزي تفل عليه ناي سن حسب مكففالات دنوروا له وان او وشت زحل كوينات قاز نبروا له غزي سلطونه ناي شاينا موسى مس ناي حزب ايرترا قالسي يكون دحري ناصنت زمص معباليتات اماناتنا شاينا بيا كونتات الله ابز حجي زلنا كونتات عجيب دمرنا خلينا قلنا استراتيجيه وشركنتي نبلا استراتيجيه وشركنتي ناي حبر خبرتات شيرد فاليوز الله تفلاليو النباتات بزعبه علماوي بوليتيكاوي مصاصا كاب ناي زحل كوينات دحر زحل كوينات مسمع باليتات اطمامتهم ناتهم زحجي زلو غچتات نغزا رسو حنسا تايوان حنسا هونغ كونغ حنسا نغزا رسو زوين حدا خبتي ابن عالم مدرخ اب علماوي مدرخ زكايت قالسنا حزبታት ابو اب نحبر مرغصيتات سلازلنا اب لمعتاو مدباتنا وين بوزح نقدميت كنسرحلو نخل عدلات كونتلو ابز حلفه 30 عامات وين بمطم درجه ناي لمعت مدبات كنا معبل لنا نسرح سنينا كم استراتيجيه ومشاركتنا وصلنا نسرح سنينا مس مصاي تمصم عباليتات كهلونا دخل ابتفل عليه جبارات ابتفل عليه مدرخات شركنا سلازلنا نت شركنا كما قرنا معبل ابزيات مالي ناي وصاي غداي عدت نغبر هذه 50 عامات و 55 عامات تاريخ دلو زمدنا انتي نيرو انتي مسل نيرو استراتيجيه وشركنت نبلو نابي قصنا هنا خدنا معبلو استراتيجيه وشركنت نبل كلنا بجهدي حساباتنا تغيرنا نتماخرنا نبر وكم زلو نوصدنا نتحسابات اكون سلازي النبانا ننصرنا ناي حبر الراياتات نخصصنا ابناي لمعات مدباتنا اب حساب كنسرح صفحاتنا نتحققزلو عودي بتن قرابه وراءات مالتي ميموراندوم اوف اندرستاندينج نا موضعات تغيروا ديتنكفو ارستي بلون كله ارستات تنكفيو ولا نز قدمنا نزارولو صنحنا بزبانات دلو خناتات او كوابينات دلو خناتات بعالم درجه زمعبل دلو غداتون هذا خلت سلسته رريتنا خلونا خلقون كن ما يطلون ابن حبار مردات نبصحون كام نتي استراتيجيه وشركنات من بلش دلت لدغونه نمصاي زيوم كنقبر لنا تي حفشه ومرحا قدنا صلات اندستري تاين برخلو هذا خلت سلسته نحن تي قدامناتنا نقولوا نا كلهم ناي جماعتنا مدبات بحالو او 10 سلسله نطبطات تسرعه نوعو تكبير دخل آلية وإما ميكانيزمز كمزين قونا له جزء بزسرعه وإما ناتو تايم لاين دلو مدبات كاب كمزين كتكبر له هذه ديتن تفرست يلا تلاي مكل خالن دحنات بحالون كابت خالن هاي لمعات مدبات في هذا الرئيس لديك وانا نوعو إن تقالوا قلنا لنا منتنا كم حجته مكرونا جمجنا نمساعد من دناتنا بسرعة بإزز نحبار مدبات كان مع بليتين نحبار مردات دلو حجي بقول مثلا كريون ده كوينا من البات بعلم درجة ابناي حبار جبار مسلفلو كنتات الله ابناي لمعات مدباتكم او كالو تفلا ليرستاتهم حبار مسرح زين كم دلو امتيها العالم بجبر شركنا ديكونه بس جزينا تقول ان حياله مس جزينا تقول ان حياله زخون قال الله هذه حدش حجيت مال زمت امامتا وين تشاينا خمسه عام لو ما تشاينا تحجزنا تشاينا طعمنا ديكونه قدم وين تشاينا عام دي بلان كلا احنا زمدنا تاتنا نيرم تشاينا بو متن كان نسرح نيرنا محبور يتوتا نورن بجهدي حساباتنا دنيسام علنا تاتات لوين حساباتنا نقربنا سلازغبنا مساي تحنتيتو زلو مدبات ناي بحق نتي استراتيجيه وشركنت نبلو تتشبع تتقبر مدبات الله بوزحت هم لو سود لهم بفلا مساليات مس ميكانيزمز ملكت مسلم من صار نايتهم قداتون زرزرات كلهم قال الله حفشه وحسابات يكون زرزر كله خلال الله طب زرزرات واحد قلت لنا نقولهم سلازلنا نحن بوغنا كدني ناي وان منصا مدباتنا زين عند الله وايلن تو هايبنهم او زت تقايدو قصال زتون كقايدو تنحبار مرداتات بحال ميموراندوم اوف اندرستاندينج تفريملو او كلتشن اسران كلتن ግን ንጹር ዝርዝራዊ መደባት አውፂና እንሰርሕ ስለ ዘለና ንኣታቶም ኣብ ቀፃሊ ርክባት ክንሕዞም ኢና ተባሂሉ ወንዚፉሉ ክበሃል ካብ ግዜ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ቻይና ክሳብ ክንደይ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ብፍላይ እዚ ቅድምቲ ናብ ቻይና መኻዱ ዝተገበረ ኢንተርቪው እዩ ገጋ ይኽላለይ ናብ ቻይና ኣብ 2023 ከይዱ ምስ ፕሬዚደንት ሺ ተራኺቡ ክንደይ ውዕላት ተገይሩ ምናልባት አይ ሆፕ ኣብዚ ግዜ ቀረባ ግዜ ኢንተርቪው ገይሩ አፕዴት ክበና ምክንያቱ ትሬሊ ምስ ቻይና ዘሎ ምርድዳ ናይ መርገፂ ናይ አይዲዮሎጂ ናይ ቫልዩስ ብዙሕ ነገር ምስቲ ማሕበረሰብ ናይ ኤርትራ ምስ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዝመሳሰል ነገራት ስለ ዘሎ ካብኡ ብዙሕ ሓበራዊ ስራሕ ክህሉ ከም ዝኽእል ይረአየካ አይ ሆፕ ካብዚኣ ቪድዮ ድማ ገለ ተማሂርና ክንከውን ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ እናበሉ ክሰናበተኩም እየ